سلام الله عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الزيادة في الأجور، حكومة أخنوش في وضع لا تحسد عليه. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنسوش ديروا إعجاب الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الأخبار إليكم. التفاصيل: تعتبر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي تأجلت بسبب زلزال الحوز حاسمة بسبب القرارات التي ستترتب عنها. فبعد أسبوع من الاجتماعات المتتالية مع الشركاء الاجتماعيين، جست الحكومة نبض النقابات وأرباب العمل، وتشكل حاليا الزيادة في الأجور لا سيما الحد الأدنى منها وإصلاح الضريبة على الدخل موضوعين رئيسيين للجولة الجديدة. رغم وجود إجماع على خفض الضغوط الضريبية على الطبقات المتوسطة، فإن الزيادة العامة في الأجور أضحت موضوعا للنقاش، وخاصة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة. وينطبق الشيء نفسه على القطاع العام، حيث تواجه الدولة تحديات تتعلق بالميزانية ما يضعها أمام معادلة صعبة.